نحن هلأ حالياً بالحي المنكوب بمدينة صور، حي من أحياء الرمل. صار بلا عنوان وناسه بلا مكان. عندكم من أول مفرق أبو ديب، يعني بشارع أبو ديب المفرق بيمتد لشارع السلام. عندكم عدد كبير من البيوت والأبنية اللي تدمرت، 3 بنايات تدمروا وباقي ما تبقى بالحي غير صالح للسكن نهائيا. وهيدا الحي من أحياء الرمل التاريخية بمدينة صور، حي قديم، يعني بدأ في البناء بسنة 1951 وما زال البناء موجود، ومع الأسف الشديد دمار وهلاك بكل الأبنية. حي فاضي نهائيا من السكان أبدا، كلياتهم عمال بيشتغلوا بالترميم وفي صعوبة كمان. يعني ممر بقلب الحي ما في نهائيا، بدك تمشي على الركام والوضع كتير كتير مأساوي. الأبنية اللي تدمرت نهائي بالكامل، عندك الكوثر وعندك يونس والدهينة. في بناية الخياط دمار جزئي، والأبنية الباقيين غير صالحين للسكن، حلاوة، عواضة، شاهين، زين، مزرعانة، زمط، صفية الدين وشور، وبالإضافة لبيت ناجي دمار جزئي. بصراحة نحن صارنا هون شي 5 أسابيع زي ما شايفين هونيك الطريق مسكر من جهتين، يعني نحن بس ما عبايتنا بس نعمل شوية صيانة للبيت، عرفت كيف؟ بصراحة يعني إذا بتلاحظ هونيك الطريق صار مثل ما كب زبالة، فبالحد الأدنى بس إنه إذا في مجال حدا يجي بس يظبط لنا ممر للطريق، بدناش نشيلهم، بعرف إنه هيدا شغلة الدولة، بس بالحد الأدنى بس يجي حدا يفتح ممر طريق لنعمل شوية صيانة لبيوتنا نقعد فيها بس. نحن صارنا 5 أسابيع يعني طلعوا بصور كلها كل الطرقات انفتحت، بس فيش غير هالحي، إنه ليه يعني بس. فبنتشكركم وإن شاء الله حدا يستجيب معنا.